Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir mes amis, mes élèves. Comment allez-vous? Avec vous, Monsieur Mohamed El-Gouari, professeur de langue française. Pour les cycles كنت حبايبي طلاب تانية ثانوي عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الجوهري وفيديو جديد وإن شاء الله موفقين في امتحان نص السنة. ايه اللي هتقراه ليلة الامتحان؟ ازاي نستعد ليه ليلة الامتحان؟ طبعا كلنا عارفين في خلال ساعات هيبقى معانا امتحان مادة اللغة الفرنسية ترم أول 2023. فقلت أعمل لكم حاجة كده بسيطة تساعدكم وإن شاء الله بإذن الله تكون سبب من ضمن أسباب نجاحكم يا رب إن شاء الله. بالتوفيق للجميع. أخباركم إيه؟ يلا بينا كده نشوف هنعمل إيه النهاردة. هقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة الفرنسية إن شاء الله فيديو بسيط. نحاول نركز كده مع المسيو وإن شاء الله بكل التوفيق والنجاح للجميع. أول حاجة يا جماعة تعالوا نشوف مع بعض كده إيه نقاط الجغامير اللي هنركز عليها في ليلة الامتحان. أول حاجة حروف الجر ليه بروبوزيسيون. زي ما احنا شايفين إن في حروف جر دايما بيجي بعدها محدد يعني إيه؟ يعني لو لا لي ان وإن سي وسات مون مامي، ده بسميها محددات يعني أدوات. أول حرف جر دوفون أمام، دريير خلف، أونتر بين، سو تحت، دون في، سور على. لكن في حروف جر تانية بيجي بعدها دوهات اللي هي دو ودو لا ودو الابوستروفي ودي زي أدروات دو، à gauche de, en face de وكمان près de loin de à côté de. خلي بالك ان دو والدولار بتتغير على حسب المكان اللي جاي بعدها. يعني تقول à côté du club, à côté du parc, à côté de la maison, à côté de la patinoire, à côté de l'apostrophe اللي هي دولا مع de l'école, de l'hôtel, à côté des مع اي مكان بينتهي بالاس او الاكس زي à côté des jardins او des parcs. زي ما احنا شايفين بنقول يتم تغيير المحدد والدوهات على حسب المكان أو الاسم اللي بيلي النقاط. طيب حروف الجر مع وسائل المواصلات. خلي بالك زي ما احنا شايفين بنقول إن وسائل المواصلات بيجي قبلها حرف الجر لو أي حاجة بنركب بداخلها ولا يسبقها أداة زي تاكسي، بوس، تران، مترو. ممكن يجي قبلها حرف الجر لو أي حاجة مكشوفة بنركب عليها زي موتو، فيلو، بسيكلت. رقم 3 وسيلة المواصلات المسبوقة بمحدد تاخد دون أو باغ، يعني تقول باغ لو تاكسي، باغ لو مترو. يعني لو جالنا لو أو لا أو إلا بصف مع وسيلة التنقل تقول لي باغ لو تاكسي، باغ لو مترو. أما إذا سبقت وسائل المواصلات لقيت الجملة فيها فيرب بروندر يعني يأخذ أو فيرب أتوندر ينتظر، دايما وسيلة المواصلات ما بتاخدش حرف جر لكن بتاخد محدد أو أداة. بروندر لو تاكسي، برون لو مترو، برون لافيون. كل وسائل المواصلات مذكرة ما عدا une voiture وune موتو وune بيسيكلت وune أوتوموبيل. طيب ننتقل لنقطة جديدة، حروف الجر مع القارات والدول والمدن. القارات والدول التي تنتهي بالأو أو تبدأ بحرف متحرك تاخد حرف الجر زي تاكسي مترو زي أفريق إيجيبت فرانس إيطالي إيراك. كمان لو جالك فيرب فينير اللي معناه يأتي من، دايما الأماكن دي زي القارات والدول المؤنثة يجي قبلها دو أو دا أبوستروف. أما الدول المذكرة التي لا تنتهي بالأو ولا تبدأ بحرف متحرك فدايما يجي قبلها حرف الجر زي كندا سينيغال جابون. كمان 4 مدن فقط ياخدوا حرف الجر زي كير سيناي فيوم هافرا. أما إذا جالك فيرب فينير قبل القاهرة والفيوم وسينا تاخد حرف الجر دو المذكر زي دو كير ودو سيناي ودو فيوم. توجد بعض الدول المذكر اللي في آخرها زي مكسيك وكامبودج وزيمبابوي وموزمبيق، دول اكسبسيون يعني دايما بياخدوا مكسيك وليست مكسيك. رقم 3 الجزر والدول الجمع بتاخد اكس يعني زي أمريكا زي إيتازوني ويجي قبلها حرف الجر دي مع فيرب فينير زي دي زي إيتازوني. كل المدن والجزر المفرد يجي قبلها حرف الجر زي باريس كان لندن بوردو بروكسل. دولة هولندا اسمها لا هولند، هي مفرد مؤنث وتبدأ بحرف ساكن فليس الأش في هولند حرف متحرك عشان كده واخدة لا وليست إلا أبوستروف. تمام، فتظبط بحرف الجر دو وليس دي أبوستروف.
ملاحظات عامة على حروف جر المكان: لا تضغم دو امتى إذا كان الاسم الذي بعد النقط مسبوق محدد أو اسم علم. فيرب فينير يأتي بعده دوهات بكل أشكالها، يعني دو ودولا ودو مع أماكن عامة أو بلاد ومدن وقارات. أما حرف الجر دو بكل أشكاله لا تتأثر بالنفي لما يكون جاي مع حرف الجر. ننتقل مع بعض لنقطة جديدة، نمرو 7 بنقول فيها لي نوميرو أوردينو، الأعداد الترتيبية. الأعداد الترتيبية تنتهي بالمقطع يم زي دوزيام، تخوازيام، كاتريام. الأعداد الترتيبية المنتهية بإي أو أم أو تنفع مذكر ومؤنث. أما العدد الأول اللي هو بريميي، الأول ده المذكر لو بريميي، أما المؤنث منه لا بريميير. بتحددها بناء على اللي جاي بعد بريمير وبريمير في الجملة. مثال مثلا يا جماعة بتقول ايه؟ جابيت أو تورن لف، تمام، أو بريمير سافا بريمير، دي كده معناها الكلمة مذكر. ألا بريمير لو حاجة مؤنثة زي ألا بريمير رو الشارع الأول، أو بريمير فو الإشارة اللي جاية نمبر 1 أو رقم 1. يبقى عندي أو بريمير وألا بريمير. كذلك الترتيب الأخير ديرنيي وديرنيير، بتقول أو ديرنيي وآلا ديرنيير. العدد 11 و8 دول بياخدوش إلا أبوستروف لأن الأو والأش في الأرقام ليست حروف متحركة. فكرة لو ديجويزمو التنكر. كلمة ديجويزمو كلمة ديجويزمو دي كلمة مذكر معناها تنكر، يجي قبلها أداة الاستفهام كال ديجويزمو أو أونكوا معناه في أي شيء تتنكر. الحديث عن التنكر دايما يسبق بحرف الجر ان، تقول جو مي ديجويز ان بيلوت او ان بروفيسور. كلمة ديجويزي كصفة أو الصفة ديجويزي تتبع الموصوف من حيث النوع والعدد، ممكن تاخد او على اكسنت جو أو دبل او لو الكلمة مؤنثة، أو تاخد اس في الجمع. أما فيرب سو ديجويزي بمعنى يتنكر هو فعل ذو ضميرين بيختلف على حسب فعل الجملة. تقول أنا جو مي ديجويز، أنت تو ديجويز، هو il و elle se déguise. لي بروفيسيون المهن. كلمة مهنة يعني بروفيسيون كلمة مؤنثة، عشان لو قال لك كال قبليها تختار كال اللي فيها دبل ال اللي هي المؤنث. أما ميتيي معناها مهنة بس ده مذكر، تختار معها كال المذكر. المهن المنتهية بأ مؤنثة، والمهن الغير منتهية بأ مذكر. لكن خلي بالك إن في مهن، بعض المهن بتنتهي بالأ وتنفع مسكولة وتنفع فيمينا. هنشوف دلوقتي هي كلمة المهنة أو أي مهنة لا تسبق بفيرب ات، تقول جي سوي بروفيسور أو جي سوي بيلوت. طيب ننتقل مع بعض عند الباج اللي بعد كده. ادي يا جماعه المهن اللي بتنفع مذكر ومؤنث. اول حاجه بيبليتيكير بائع في مكتبه او موظف في مكتبه، فيترينير اللي هو دكتور بيطري، جورناليست صحفي، دونتيست دكتور اسنان، بيلوت، بانتر فلوريست، فوتوغراف، بومبيي، وميديسان مهن لا تؤنث. فيرب فير معناه يعمل او يفعل. يلا بينا نصرف فيرب فير مع بعض. جي في، tu fais, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. خلي بالك ان فيرب فير دايما بيجي بعديه اداه تجزئه اللي هي ديو دولا مع فيرب فير، وعند نفي فيرب فير بنو وبا بنضع بدل ديو دولا دو مع المذكر والمؤنث والجمع. ممكن بس تكون ده ابوستروفي مع الكلمه اللي بادئه بحرف متحرك. تذكر دائما ان قبل الانشطه لو جالك افعال الميول ايمي ادوري بريفيري تستي دايما يجي بعدهم اللو واللا والابوستروف واللي. اما فيرب فير لازم يجي بعديه دو ودولا ودو الابوستروف ودي. هننتقل عند نقطة مهمة جدا، الامبيراتيف الأمر. الامبيراتيف هو ازاي أمرك أو ازاي أمركو اون فرونسي. عشان أمر حد بقول له أنت تصريف فعل مع تو، أو أمر مجموعة بقول لهم أنتو تصريف الفيرب مع الفو. دايما بعرف الأمر في الامتحان لو جالك أول الجملة نقط يبقى طالب منك فيرب في الامبيراتيف، سواء كان مثبت أو منفي، أو جملة بادئة باسم شخص بعديه كوما أو علامة تعجب معناها إن أنا هأمرك، أو الشخص بيطلب من شخص شيء. يعني تقول لا مير ديموند أ سا في، الأم تطلب من البنت. لو بير ديموند أ سون فيس، الأب يطلب من الابن. لو بروفيسور ديموند أو زيلاف، المعلم يطلب من الطلبة. يبقى ده الصيغة الثالثة والشكل الثالث للأمر. طب إزاي تختار الفيرب في الأمر؟ أول حاجة لو الجملة بدأ باسم مفرد، أو في الجملة فيها تون وتا وتي أو سيل تو بلاي أو كلمة توا أو كلمة تو أو الضمير تو أو توا، ده معناه إن أنا بأمر مفرد. أما لو الجملة بدأ باسم جمع أو الجملة
من جواها فيها سيلفو بلي أو الضمير فوتر فو للملكية مع الفو، أو كلمة مسيو أو مدام أو مادموزيل، بأمر بالفو مع كل هذه الأنواع. كيفية اختيار الإجابة في الأمر. الأمر المفرد لو أول الجملة شخص مفرد بتختار الفعل في آخره أو أو في آخره اس. بختاره في آخره أو لو كان مجموعة أولى، بختاره في آخره اس لو كان دوزيام وتخوازيام جروب. تمام. أو فيرب عليه بختار فا من غير الاس، أو نختار الفيرب اللي فيه ضمير توا زي ليف توا، أو عند النفي ني تو ليف با، لازم تلاقي تو أو توا في الأمر المفرد. أما الأمر الجمع الفعل دايما في آخره أزاد أو أو أن اس لو الأزد مش موجودة، وأحيانا بتعرف من خلال صفة الملكية نوتر نو يبقى الفيرب مع نو، فوتر فو يبقى الفيرب مع الفو. طيب ليه سيزون فصول السنة؟ أول حاجة ليفير الشتاء بيبتدي عندنا في ديسمبر جانفيي فيفريي 3 شهور، يعني ديسمبر 1 و2. أما برانتو الربيع مارس أفريل ومي، وبعد كده الصيف جوان جويي أوت. أما أوتون الخريف سبتمبر أكتوبر نوفمبر. كلمة فصل سيزون كلمة مؤنثة، عشان لو قال لك سو ولا ست اختار ست بدبل تي، لو قال لك مو ولا ما هتختار ما المؤنث مع ما سيزون يعني فصل المفضل. دايما فصول السنة تاخد حرف الجر ان ان يعني زي اونيتي واونيفير واونوتون، ما عدا الربيع بياخد او برانتون. يلا بينا نشوف ان ممكن السيزون ياخد لو او ال ابوستروف ما لم يعبر عن الطقس. تقول لي تي الصيف كومونس يبدا اون جوان، او جيم او جادور او جيتيتست ليتي وليست اونيتي. اذا سبقت الفصول بافعال المي والايمي ادوري بريفيري ديتستي اختار دايما لو والا ابوستروف مع الفصول. كلمه طون يعني الطقس دايما كلمة مذكر، أما كلمة ميتيو يعني النشرة الجوية أو حالة الجو كلمة مؤنثة. للتعبير عن حالة الطقس بستخدم فيرب فيغ مع الفي بو زي ما احنا شايفين الطقس جميل، الفي شو الطقس حار، الفي موديري الجو معتدل، الفي موفي، الفي دو، الفي فخوا. أو ممكن تستخدم التعبير إليا يعني يوجد بالإضافة لأداة التجزئة بعد إليا زي إليا دو، زي إليا دو نياج أو إليا دو فون. أما إليا دو لا بلوي بمعنى مطر، إليا دو لابوستروف، إليا دو لاراج، أو إليا دي مع الكلمات الجمع من تعبيرات الطقس. عند نفي إليا أقول عليها إل نيا با، أحول الدو والدولا إلى دو. يستخدم فيرب اتر بعد كلمة الطقس لو طون اي زائد صفة زي ما احنا شايفين لو طون اي موفي الطقس سيء، لو طون اي فخوا، لو طون اي بلو، او لو سيال اكسكوزو موا عبر عن حالة الطقس بلون السماء زي لو سيال اي بلو او لو سيال اي كلير. كذلك استخدم فيرب بلوفوار يعني تمطر، تقول ال بلو الدنيا تمطر، او فيرب نيجي يعني تمطر تلج، النيج يعني الجو ممطر تلج. نخش الفكرة رقم 12 لناسيوناليتي الجنسيات. كلمة ناسيوناليتي يا جماعة كلمة مؤنثة، عشان لو قال لك مو ولا ما مع ناسيوناليتي تقول مع ناسيوناليتي. صفات الجنسية المنتهية الغير منتهية بأو مذكر والمنتهية بأو مؤنث وتجمع بإضافة الإس. هناك جنسيات بتنفع للاثنين زي بلج وروس وسويس، دول 3 جنسيات بلجيكي روسي سويسري تنفع للماسكولا والفيمينا. لو الجملة فيها كلمة ناسيوناليتي أو كلمة أوروجين أختار الجنسية المؤنثة. أدوات الاستفهام اسكو يعني هل، كي يعني من، كو يعني ماذا وتأتي أول السؤال، كوا يعني ماذا أو أي بتأتي آخر السؤال، أو يعني أين، كون يعني متى، كومون يعني كيف، كل يعني ما، كومبيان دو كم عدد، بوركوا لماذا. لو فوتور بروش المستقبل القريب. الكلمات الدالة على المستقبل كلمة دومان بكرة، سوسوار وبروشان ودون وبلوتار وبيانتو وأبري. يتكون الفوتور بروش من تصريف فيرب ألي في البريزون زائد المصدر من الفعل. يعني أقول لك جو في مونجي أنا سوف أكل، جو في سورتير أنا سوف أخرج، جو في تو فا، il elle va، nous allons vous allez ils vont elles vont. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني الفعل المنتهي بأغ أو إيغ أو الأغ أو. داكور. لو هنختار الكلمة الدالة على زمن الفوتور بروش خلي بالك من الكلمات السابقة اللي هي دوما وأبخي دوما. لو هتختار الفيرب لازم تختار فيرب عليه ومع الفعل في المصدر. أما لو هتطلب المصدر أو تختار المصدر بعد فيرب عليه ركز إن الفعل يكون بينتهي بأغ يا إما إيغ يا إما أغ أو.
نتنقل مع بعض على كده. خلصنا الجرامير يا جماعة. ازاي تحل الايميل؟ الايميل في الامتحان لازم تبقى حافظ كويس وفاهم ادوات الاستفهام، بالاضافة تبقى عارف ان انا جوه الميل بحول السؤال لاجابة. الميل المفروض يجي لك 3 كيستيون او 2 كيستيون، سؤالين او 3. بتحول التو الى جو، والفو تبقى نو، اما طون تبقى مون، تا تبقى ما، يعني تحويلاتك من السؤال لاجابة. مع تغيير الفعل المناسب يا جماعة، بقول لك تو تبقى جو سوي، تو فا تبقى جو في، تو في تبقى جو في، وهكذا. أهم أسئلة الإيميلات المتوقعة إن شاء الله في امتحان نص السنة. كون لا فات دو منى، متى تكون الحفلة؟ هتقول لي لا فات إيه لو ويكند افانور. كالي لو تيم دو لا فات، ما فكرة الحفلة؟ لو تيم دو لا فات إيه لا بروفيسيون، المهن. سي كوا تون ديغويزمون، ما تنكرك؟ مون ديغويزمون أو مون ديغيزمون أو جو مي سوي ديغويزي أو جو مي ديغويز، كلها صح. جو مي ديغويز أون بيلوت. تون نوفو كارتيه سي او، أين يقع الحي السكني بتاعك؟ تقول مون كارتيه سي تروف au Caire. Comment il est؟ كيف يكون؟ il est grand et calme. Qu'est-ce qu'il y a؟ il n'y a pas اللي موجود، هتقول il y a un club، il n'y a pas de cinéma. Comment est cette ville؟ كيف تكون المدينة؟ ma ville est grande، كبيرة. Comment j'arrive chez toi؟ ازاي أصل عندك؟ هقول لك tu prends le taxi أو tu prends le bus. Que fait ton père؟ ماذا يعمل والدك؟ تقول mon père est médecin. Quelle est la nature de son travail؟ ما طبيعة عمله؟ il travaille à l'hôpital، il examine le malade، يعالج المرضى. Quelle saison tu aimes؟ أي سيزون تحب أو أي فصل السنة تحب؟ تقول j'aime l'été. Que tu fais dans cette saison؟ ماذا تفعل في هذا الفصل؟ je vais à la plage. D'accord، je nage، أعوم مثلا، أو je vais à la piscine. Tu aimes la nature؟ بتحب الطبيعة؟ تقول oui j'aime la nature. Qu'est-ce que tu aimes à la nature؟ j'aime le ciel، أحب السماء. je n'aime pas le volcan أو je n'aime pas le désert، لو أحب الصحراء أو لو أحب الفولكان البراكين. D'accord. Tu vas au parc d'attractions؟ هل تذهب للملاهي؟ oui je vais au parc d'attractions. Pourquoi؟ لماذا؟ pour s'amuser، للتسلية. avec qui؟ مع مين؟ avec mes amis. Où vas-tu passer le week-end؟ أين تقضي يوم العطلة؟ je vais passer le week-end avec mes amis. d'accord، au club، في النادي. دي يا جماعة أهم أفكار الإيميلات. يلا بينا نخش أخيرا على أهم الموضوعات المتوقعة في امتحان الفرنسي دوزيام سيكوندير. أول حاجة اوصف الحي السكني، décris ton quartier، décris ton quartier. الموضوع الثاني décris en ville، اوصف المدينة، décris en ville. الموضوع الثالث une fête déguisée، une fête déguisée، حفلتك التنكرية. الموضوع الرابع décris l'itinéraire، décris l'itinéraire، اوصف اتجاه السير. الموضوع بعد كده les professions، المهن أو الوظائف. نمرو 6 parle du temps، parle du temps، تحدث عن حالة الطقس. parler du temps pays، parler de temps pays، parler de temps pays، تحدث عن بلدك. رقم 8 projet le week-end، parler de tes projets le week-end، تكلم عن أفكارك يوم الأجازة. raconte du parc d'attraction، احكي عن مدينة الملاهي. اوكي يا جماعة، ده كده باختصار شديد أهم أفكار الكومبوزيسيون أو موضوعات الكتابية المطلوبة منك. طبعا امتحانك هيكون كالتالي. امتحانك هيتكون من التالي. أول حاجة هيجيلك كومبريهنسيون، قطعة فهم. كومبريهنسيون ممكن تيجي تكست أو ديالوج أو ميل. تعال نشوف موديل ديكزامان مع بعض. سوزان ديالوج مع جولييت ودارين، بتقول لها اوتاليفون فاكونس، يا ترى هتروحي فين في الأجازة؟ قالت أول حاجة سوزان ساتيتي، في الصيف جو في ترافايي دون لو ريستورون دو مون بير، هعمل في مطعم مع والدي. جي ميدي لو كليون دو ريستورون، هساعد الزباين في المطعم. أو فيتور، في المستقبل. جيم اتر، أحب أكون كويزينيير، طباخ. جو سي فير دو بلا إيطاليان فرنسي إيت عرب، بحب أعرف أو بحب أو بقدر أصنع أطباق إيطالية فرنسية وشرقية. جولييت بتقول en vacances j'ai l'habitude d'aller à la mer mais cet été je vais changer. الصيف ده أنا هغير، على الرغم إن كل صيف بروح البحر. je vais aller à la campagne chez mes grands-parents، هروح الريف عند قرايبي أجدادي يعني. لا je peux prendre en photo
les arbres, les animaux et les forêts. بحب أصور الحيوانات والأشجار وكمان الغابات. دارين بتقول on était il fait chaud à Paris, c'est pour cela je vais à Marseille. أنا سافر مرسيليا chez ma tante là هناك. Je vais nager toute la journée dans le Méditerranée. بتقول في الصيف الجو حر في باريس عشان كده أسافر مدينة مرسيليا دي على شاطئ البحر المتوسط ودي مدينة رائعة للمصيف وبتقول إن أنا أعوم هناك وهكذا. أول كيستيون بيقول لك ساتيتي جولييت إم تالي. هنا بيقول لك في الصيف ده جولييت حابة تروح فين؟ هي قالت في التكست هروح على كامبانيا chez mes grands-parents là je peux prendre en photo. فهنختار مع بعض لا كامبانيا ريف. au futur في المستقبل ça va. سوزان aime travailler dans. سوزان بتحب تشتغل فين؟ ريستوران مطعم. لا تونت دو دارين أبي تونت دارين ساكنة فين؟ هي ساكنة في أو مارسي. دارين سا فير. دارين سي فير بتعرف تعمل ايه؟ لا ناتاسيون أو دو لا ناتاسيون لأني قالت في التكست أنا نجي يعني بسبح أو أعوم. التكست التاني احنا جينا طبعا يا جماعة دو دوكيومون 2 من الوثائق. سالو علي جوليان بيقول له موا أنا سي جوليان روبير جو سوي فرونسي دو أوريجين كنديان. جابيت à Marseille ساكن في مرسيليا. une grande ville au sud de la France في جنوب فرنسا. ما فيل مدينتي دوني سور لا مير ميديتراني بتطل على البحر المتوسط. مون كارتيي تي غران اي كالم حيث سكني كبير وهادي. إلي بلون داربر أو فوتور في المستقبل. جيم فوتوغرافي لا ناتور على مونتاني أو فوري. بحب جدا تصوير الطبيعة والجبل والغابات. en hiver في الشتاء j'ai fait du ski avec ma sœur Hélène. mon petit frère Daniel va à la patinoire juste à côté de nous. هو بيقول أخي دانيال بيروح ساحة التزلج والمكان مكانها قريب جدا من بيتنا. mes parents sont professeurs de français dans mon lycée. en vacances prochaines أجازة الجاية vacances prochaines je vais passer 2 semaines en Égypte pour voir le monument et les quartiers historiques. Julien. Marseille au nord. Marseille أو au port في شاطئ أو على شاطئ du une mer. الإجابة C. بحر. Au futur Julien aime être photographe. Daniel va à la patinoire à pied لأن قال à côté بجوار. جوليان va passer les vacances prochaines الأجازة الجاية جاي مصر طبعا en Égypte. بعد التكست أو بعد الكومبرينسيون بيجي لك السيتواسيون الموقف. تو ديموند عن توريست بتسأل أحد السياح سافيل المدينة بتاعته. كاسكو تو دي ماذا أنت تقول. بنوضح يا جماعة لو السيتواسيون بادئ بتو ديموند وبينتهي بتو دي. لو بادئ بتو ديموند وانتهى بتو دي بنختار سؤال. يبقى أنا أسألك أين تسكن أو ما هي مدينتك. الإجابة الإجابة الأولى كاليتافيل أو تيابيت أكال فيل أ و أ. Question 2. Tout gré la nature au printemps بتتكلم عن الطبيعة في الربيع. Qu'est-ce que tu dis ماذا تقول. هتقول les fleurs sont colorées. الإجابة B. وكمان les arbres sont en vert. الأشجار لونها أخضر. الإجابة E. Question 3. Tu indiquais à un paysan son itinéraire. Qu'est-ce que tu dis. بتحدد لأحد المرة اتجاه السير. هتقول له tourne à gauche اتجه شمال. traverse le pont عدي الكوبري. بعد السيتياسيون يا جماعة بيجي لنا جرامير زي ما احنا شايفين كده. سي كيستيون 6 أسئلة. il va prendre هو هيركب أو هياخد. لو مترو مع فيرب prendre قلنا بيجي معاها لو أو لا مع ترانسبور مع وسيلة التنقل. أما لما جالكش فيرب prendre بتحط on قبل أي حاجة بنركب جواها قبل أي حاجة بنركب عليها زي on تاكسي و موتو. il y a du nuage يوجد سحب. إيفير تسبق فصول السنة بحرف الجر on زي en été و en hiver و en automne. عدا الربيع au printemps. 3. je ne fais pas أنا لا أفعل سكي تزلج. عند وجود ne will pas أستخدم الدو بدل الدو والدو لا تحول إلى دو في النفي. نمرو 4.
plus tard يعني فيما بعد، زي كلمة demain بكرة، وبروشا القادم، دي بتدل يا جماعة على إيه؟ برافو عليك. الفيتور بروش المستقبل القريب، يعني هتدور في إجابتك على فيرب aller زائد الفعل في المصدر، هتبقى va مع جو، هتبقى je vais aller التانية. نمرو 5 je ne viens pas، أنا مش راجع كندا. خلي بالك ان الدو والدولا مع حروف الجر مع الاماكن ما بتتحولش لدو في النفي، عشان ما تقوليش ان هختار الدو. هختار طبعا هنا دو ودولا على حسب نوع الكلمه، وكندا مذكر تبقى دو كندا الاختيار التاني. 6 رقم 6 ساره بعدها علامه تعجب، مع ان انا بامرها بقول لها اعملي سريرك او رتبي سريرك. فيرب فير يعني يعمل او يفعل، في افيك اس الاولى لا تصريف فعل مع تو، في طون لي. بعد كده بيجي لنا سؤال مقالي في بابيي، ورقه خارجيه اللي هو الميل بتاعك، يقول لك سالو، اكتب اول حاجه ايه؟ سالو. بعد سالو بحط البوان دوكسيكلاماسيون علامه التعجب كده، تمام. بعد كده تحت السلو ابدا اجاوب، اقول اوي لا فات دي جويزي، اين تكون الحفله؟ هتقول لا فات دي جويزي اي على ميزون. كالي لو تيم دو لا فات، ما هو فكره الحفله؟ لو تيم دو لا فات اي لا بروفيسيون. بعد كده تكتب تشاو او ابلس. بارلي دو تون، بعد الايميل بيجي لك موضوع تكتبه بارلي دو تون اون ايجيبت اون ايفير، تكلم عن حاله الطقس في مصر شتاء، هتقول اون ايجيبت اون ايفير الفي فخوا. أول جملة. ممكن يديك كلمات مساعدة زي كلمة سيال السماء أو سيزون فصول، هتقول أونيفير في الشتاء، لو سيال إجري السماء تكون لونها رمادي. البلو الجو يمطر، الفي فخوا الجو بارد. أونيفير جي في دو سكي أعمل تزلج. أونيفير جو ريست على ميزون أبقى في المنزل. أونيفير الفي فخوا الجو برد. أونيفير اليا دو فون يوجد هواء، وهكذا. ده كان اكزامبل من امتحان الفرنسي. قدمت لكم فيديو بسيط جدا في اهم نقاط منهج اللغة الفرنسية. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم. اشوفكم على خير. بون شانس ميزامي، او ريفوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.